السلام عليكم ورحمة الله. وزي ما انتم شايفين النهاردة معايا شوية جمبري حلوين كبار، مقاسهم جميل. قلت نعملهم كده كام أكلة مختلفة، هنعمل 4 وصفات هتعجبكم قوي. مبدئيا كده بصوا انا بنضف الجمبري ازاي. لو انا هقدمه بقشره بشيل الرجلين الزيادة دي عشان ما تبقاش منظرها وحش في التقديم، وبشيل شنباته الطويلة الرفيعة دي، واتني الرقبة كده، ومن تحت الرقبة اطلع اول كيس الرمل واشد بالراحة هيطلع، مشدش جامد عشان ما يتقطعش مني. تمام. بصوا واحدة كمان اهي هنجربها سوا هوريها لكم. الرجلين اللي حاسه ان هي طويلة قوي كده شكلها وحش اهي اقصقصها واشيل شنباته، والحتة اللي فوق راسه دي بتبقى عاملة زي الدبوس بتشك وبتضايق. اتني الرقبة واشد اول كيس الرملة واطلع. خلاص. بصوا بقى هنا الوصفة دي هيتعمل الجمبري بقشره عشان انا هشويه. جمبري، فصين توم، معلقة جنزبيل، معلقة صويا صوص معلقة كبيرة، ملح وفلفل رشات صغيرة، ومعلقة زيت ذرة. الجمبري ده حوالي ربع كيلو تقريبا. حط معاه الملح والفلفل، فص الثوم، معلقة كبيرة جنزبيل مبشور فريش، معلقة كبيرة صويا صوص، ومعلقة كبيرة زيت ذرة عادي. لخبط بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا، ولو اسيبها في التلاجة ساعة يكون احسن. تمام. هبدأ بقى احطها في السياخ وانا مولعة الجريل عشان يبقى سخن. اجي من تحت الرقبة ادخل لحد نص الجمبرية عشان يبقى منظرها زي ما انتم شايفين من تحت الرقبة. ازق كده اهي. بصوا منظرها بقى عامل ازاي. تطلع كل الجمبري بنفس الشكل، شكله بقى حلو قوي في التقديم. بصوا خلاص انا كده خلصت الكمية. اروح بقى على الجريل اهي باينه ان هي سخنه، وابدا بقى اشوي الجمبري. مش هياخد وقت خالص ولا سوا على النار، وما تشدوش عليه النار عشان ما ينشفش، بيبقى طعمه عامل زي الكاوتش كده مش حلو. دقيقتين على كل جنب وبس. اهو على نار عاليه، الجريل سخنه. وبحب انا لما اجي اشوي او اقلي حاجه ما اسيبهاش على جنب واحد، شويه واقلب على الجنب التاني عشان الحراره تبقى موجوده في كل الاتجاهات على الاكل، ما يستويش من ناحيه قوي ومن ناحيه تانية لا. فاقلبه مره وارجع اقلبه تاني. بصوا هنا انا قلبته اهو، ما كانش استوى للاخر. اول ما حسيت انه غير لونه كده قلبته اهو، واسيبه شويه كمان دقيقه او دقيقتين كمان، وهرجع اقلبه تاني لحد ما يستوي. وممكن الصوص اللي نزل من الجمبري ده بفرشه كده وامسح على الجمبري، افرش الجمبري كده من فوق عشان يديني نفس الطعم تاني، اعزز الطعم يعني، بس ما كترش عشان الجريل ما يتحرقش. بصوا اهو خلاص استوى، ما اتحرقش مني، ما غمقش، ما حصلش اي حاجه، وطعمه كان تحفه وسواه حلو جدا. عملت معاه معلقتين كاتشب على معلقه باربيكيو صوص ونص ليمونه وملح وفلفل ابيض، كان صوص حلو قوي. هنا بقى انا قشرت الجمبري خالص، وده فصين توم، بصلايه صغيره، ملح وفلفل وكمون، معلقتين دقيق، كوبايه صلصه، ودي ميه عشان ادوب فيها الدقيق. الصلصه دي طماطم بيوري انا عاملاها يعني. معلقتين زيت اهو عشان اشوح فيهم الحاجه، بصلايه صغيره، لان برضو الجمبري حوالي ربع كيلو، هما كانوا كيلو كيلو وشوية، قسمتهم على الأربع وصفات. فدي بصلاية صغيرة، وبعدين فصين توم. الأكلة دي بتحب التوم شوية. ده كشك بالجمبري حلو جدا، بحبه بالذات من ايد ماما، تحفة ربنا يخليها لي يعني. انا ماشية على الوصفة دي من زمان ومش هغيرها. من وقت للتاني الواحد بيحن الاكلات زمان الحلوة دي، يعني بيبقى الواحد زهق من التجديد. بصوا هنا لونه يدوب يدوب، بس بقى بامبي فاتح كده. حطيت الكمون والملح والفلفل عشان الكمون يتحمص ويطلع ريحته كده في الاكل. وعلى طول هقوم منزله الطماطم، دي كوبايه
طماطم انا مسبكاها بيوريه عاديه، حسيت ان هي تقيله شويه فحبيت اخفها بشويه ميه عشان الجمبري يلحق يستوي فيها. انما لو انا هضرب طماطم فريش ومش متسبكه زي دي، في نص التسبيكه يعني بعد المرحله دي هسيب الطماطم تتسبك، في نص التسبيك هنزل الجمبري عشان ما ينفعش يقعد كتير على النار. قبل ما يتسبك بحاجه بسيطه هنزل الجمبري. انا هنا هي خفيتها بميه ونزلت الجمبري. برضو قعدت 5 دقايق على النار وكانت اتسبكت خلاص. الميزة في البحريات كلها ان شغلها سريع، ما بتاخدش وقت خالص على النار، فالاكل يعني ما بياخدش وقت. لو انا مستعجلة اسرع حاجة تعمليها. انا كنت نقلت هنا في حلة عشان حسيت ان الطاسة مش مكفية. معلقتين الدقيق اهو، حطيت عليهم ربع كوباية مية وبدوبهم، وهدي بقى النار خالص وانا بقلب انزل عشان الدقيق هيعقد بسرعة. بصوا قوام طخن، القوام بتاع الكشك. اقلب اقلب لحد ما يستوي، ياخد له غلوه واحده وهطفي عليه. ولو حسيت ان هو تقيل ممكن ازود ربع كوبايه ميه كمان، بس انا كده بالنسبه لي تمام. هنا بقى ده دقيق وجمبري برضو مقشر، ميه ومعلقتين دقيق كمان. ودي هنا جنزبيل، بابريكا، ملح، كاري، فلفل، توم وبصل باودر. تمام. هنحط بقى دي معلقه صغيره من كل حاجه، وعليهم معلقتين الدقيق وادوبهم في الميه. الميه انزلها بالتدريج لحد ما اوصل لقوام الدقيق اللي انا محتاجاه. مش عايزاه يبقى خفيف القوام بحيث ان الخليط ما يمسكش على الجمبري، وفي نفس الوقت مش عايزاه يبقى تقيل عشان لما اجي اقليه في الزيت ما يبقاش القشره الخارجيه كتيره مداريه على طعم الجمبري. انا عايزه غلاف خفيف بس. في الساندوتشات بقى بيبقى تحفه مع شويه مايونيز وكابوتشي، هتشوفوه في التقديم حلو قوي. اهو فكيت كل الكلاكيع بتاعت الدقيق، كل التكتلات اللي كانت موجوده، وحطيت فيه الجمبري. برضو التتبيله دي لو حطيتها في التلاجة ساعة 2 مش هيحصل اي حاجه يعني، تمام. اما اجي بقى احطها في الدقيق هجيب طبق واسع احط فيه الدقيق، لان محتاجه ما اضغطش على الجمبري وانا بغلفه بالدقيق، وفي نفس الوقت على راحه ايدي كده بنطر الدقيق الزياده من الجمبري، ما بضغطش عليه خالص. بصوا شغاله بصوابعي على خفيف خالص. وبعدين لو كميه الجمبري كبيره شويه هنقليه على مرتين. بلاش نعمل المرحله اللي انا بعملها دي في كل الكميه، اللي انا هقليه بس اللي احطه في الدقيق عشان ما يشربش الدقيق بسرعه يبقى كاننا ما عملناش حاجه. على قد الطاسه اللي هقلي فيها بتاعت المره احط الدقيق. الزيت هنا سخن، بنزله واحده واحده، مش سخن قوي. بصوا معقول ازاي، حرارته متوسطه وشغاله على نار عاليه عشان الجمبري برضو ما بياخدش سوا ومش عايز نار كتير، وعشان ما يبقاش شارب زيت وطعمه مش حلو. وما نزلش كميه كبيره، لازم الجمبري يبقى غاطس كده في الزيت. بصوا خدوا بالكم الزيت عامل بابلز كده داير ما يدور، الجمبري موجود في كل حته. اعرف ازاي بقى ان الجمبري استوى؟ خدوا بالكم من الفرق كده. انا مش هجري حاجه في المقطع ده خالص، انا بس هجيب شوكه دلوقتي هقلب بيها الجمبري عشان لو في واحده لزقت في واحده تفك بالراحه. اهو بس على بسيط خالص كده بالراحه جدا. اول ما الجمبري كله اتجمع في النص زي ما انتوا شايفين والزيت من على الاطراف بقى فاضي كده، الجمبري استوى. بصوا كل الجمبري اتكتل في النص والزيت داير ما يدور فاضي. خلاص انا هطلعه، هو كده استوى، بيقول لي انا استويت. تمام. هصفيه على مناديل كويس جدا وهحشيه في سندوتشات. ودي وصفه كمان خلصت. اخر وصفه بقى وانا بحبها جدا. الجمبري ده انا مقشراه بس سايبه الراس فيه. كوبايه كريمه، كوبايه مشروم، كوبايه جبنه دي رومي، معلقه سمنه، دي كزبره وبابريكا، توم وجنزبيل وبصل وكاري
وكمون. تمام. انا سايبه ليه بقى الراس فيها لان هي اللي فيها كل النكهه والطعم، وانا عايزه طعم المكرونه بيها، فانا شلت القشره عشان ما تضايقش الناس وهي بتاكل، لكن سايبه الراس عشان تنزل لي كل الطعم. انا هنا هخلي بالي برضو من الملح، لان الجبنه الرومي حادقه والمكرونه انا سلقاها في ملح، فمش عايزه اكتر ملح. يا دوب شوحت البهارات طلعت ريحتها كده الحلوه دي، ونزلت على طول بالجمبري. تشويحتين 3 كده لحد ما لونه يغير ويستوي. وانا بشوح البهارات دي هتلزق في قعر الحله، ما تضايقش وما خافش وما اقلقش ابدا. اول ما هنزل الكريمه واللبن كل ده هيفك. اهو بصوا لزقت ازاي، وانا بوريكم ان هي فيه اهو. بصوا بطلعه ازاي لازق. احط كوبايه الكريمه واخفها بشويه لبن عشان برضو ما نستهلكش كريمه كتير يعني. حطيت كوبايه لبن وكوبايه كريمه، وسلقه نص كيلو مكرونه، وده حوالي نص كيلو جمبري او اقل حاجه بسيطه. وحطيت مشروم كمان معاها، انا مش عارفه حطيته ولا لسه. او هحط الجبنه الرومي والمشروم. هنا يعني ما حبيتش ان انا احط جبنه شيدر عشان الدسامه بتاعتها عاليه، هتنزل دهون في الاكل، فيا رومي يا موتزاريلا، وانا بفضل الرومي بصراحه. كان في شويه جبنه رومي في كوبايه حطيتهم، وهقلب تقليبه واسيب بقى الكريمه تغلي غلوه، تتقل شويه وتتخن والجبنه الرومي تسيح. بعد كده اقدر احط المكرونه المسلوقه. انا سلقه سباكيتي، ممكن نعمل اي نوع. بصوا اول ما غليت اهي نزلت المكرونه. ممكن نعمل فاتوتشيني، ممكن نعمل خواتم، وممكن نعمل بينا زي ما احنا عايزين. هقلب كده بالراحه من تحت لفوق عشان الصوص. اهدي بقى النار عشان الكريمه ما تقصرش اكتر من كده. واقلب على نار هاديه كده لحد ما المكرونه كلها تاخد من الصوص. ولو حسيت ان الصوص تقل وتخن والمكرونه ما اتغلفتش كويس، ممكن ازود معلقه لبن كمان، مش معلقه يعني نص كوبايه لبن كمان. لكن احنا لازم في المرحله دي بنوطي النار جدا. وكده انا خلصت الوصفات، وتعالوا نشوف هنقدم ازاي. اهو عملت الجمبري المشوي والبانيه سندوتشات، والصوص اللي قلتلكوا عليه مع الجمبري المشوي، واجي المكرونه الاسباجيتي والكشك بالجمبري، والف هنا.